اوكي، مفاجأة حلوة والله. الفيلم من بطولة محمد إمام وباسم سمرة وبيومي فؤاد وأسماء جلال ومصطفى غريب، تأليف وإخراج الأسطورة شريف عرفة، اللي في نقطة بقى اللي بنذكرها دايما في نقطة الإخراج أو الكتاب من نقطة أبرز أعماله. أنا مش عارف أقول لكم الصراحة إيه على الأسطورة شريف عرفة، اللي هو يعتبر 80% من علامات السينما المصرية آخر 30 سنة من إخراج الراجل ده أو تأثير الراجل ده بأي وجه كان. يعني نتكلم على إيه ولا إيه؟ على المنسي، ولا على الارهاب والكباب، ولا على مافيا، ولا على فيلم الناظر، ولا على فيلم فول الصين العظيم، ولا فيلم الجزيرة 1 و2، ولا ولاد العم، ولا الكنز 1 و2، واخرهم مثلا فيلم الجريمة. حدث ولا حرج على الاسطوره شريف عرفة، اللي واخد تقريبا كل فئات السينما المصريه اللي بتعمل خلال شاشه السينما. واخد الكوميدي، واخد الاكشن، واخد كمان معانا الدراما. ويلكم باك يا ليجند. والله قصة الفيلم عن حياة علام مدرس التاريخ اللي الظروف بتجبره تخليه يطلع مدرس ويتخلى عن حلمه كممثل، واللي بسبب عائلة والده بيضطر يهجر القاهرة إلى شرم الشيخ آملا في حياة أفضل، وإذا به يتلقى بالمفاجأة الصادمة. قول يا حنيزة، ايه دي؟ تعبان ميت بقى شهرين، ومن قبل ما يموت اتخبط على راسه خلاها عمل كده. عمل كده؟ ده فعليا كان واحد من اكتر الافلام المصريه المنتظره، وده راجع لعده اسباب. من ناحيه الاسطوره شريف عرفة، فهو عشان شريف عرفة لازم ننتظر اعماله ايا كان ما يكن. الاسطوره اللي مأثر في السينما المصريه في اخر 30 سنه زي ما عدت وقررت، واللي بالنسبه لي يقلش زي ما هو عايز، زي في فيلم محمد هنيدي الانس والنمس. ولكن ايا كان ما يكن، حتى فيلم الجريمه مؤخرا في بدايه 2022 لاحمد عز بالنسبه لي انا شخصيا عجبني جدا. اما الناحيه الثانيه لمحمد امام من بطوله الفيلم الرئيسيه وبدايه التصاعد السينمائي بعد فيلم ابو نسب، اي نعم قلش معانا في فيلم عمهم في 2022، وقلش في مسلسل كبر الاخير في رمضان 2024، ولكن ايا كان ما يكن من فيلم ابو نسب ودلوقتي فيلم اللعب مع العيال، المستوى بدا في التصاعد ويلا بينا. السؤال بقى اللي بيخطر على بال الكل، هل فيلم اللعب مع العيال من بطوله محمد امام واخراج الاسطوره شريف عرفة يستحق السينما ولا لا؟ يو 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 يا جماعه، الصراحة يا جماعة أنا ضحكت في الفيلم ده في مشاهد كتيرة جدا، خصوصا من بداية النص التاني من الفيلم، من الأحداث اللي مش عايز أحرقها على حضرتك. ولكن بالنسبة لي من بداية أول ربع تلت ساعة لما نخش بقى في مجرى الأحداث الرئيسي وإزاي الأحداث هتتكون معانا حتى نهاية الفيلم، أنا بالنسبة لي مجمل الفيلم ككل كتجربة ان الابتسامة ما راحتش من على وشي تقريبا من مشهد البداية وحتى مشهد النهاية. انا عارف انك ممكن تكون مستني جملة زي فيلم ضحك هستيري ومسخرة كبيرة من بداية للنهاية، وده صراحة موجود في لحظات كبيرة جدا، ولكن بالنسبة لي اللي اقدر اجزمه واللي انا حابب ااكد عليه ان انا حاسس من تجربتي من بعد ما خرجت من الفيلم ده ان كل الناس تقريبا بلا استثناء من الممثلين اللي شاركوا في الفيلم ده عملوا واجبهم وادائهم على اكمل ما يمكن. بالنسبه لي فكره ان الادوار الرئيسيه والادوار المساعده اركنها على جنب كده، احنا بنتكلم على الادوار الثانويه، الادوار المهمشه اللي بتطلع ساكته. بالنسبه لي دي اكتر نقطه بتضحكني، ان هم في اعتناء بالتفاصيل وفي ناس بتطلع افضل ما بوسعها، خصوصا لو انت في مجمل الفيلم ككل انت بتطلع جملتين ولا حاجه، ولكن برغم كده بتطلع كوميديا حتى لو انت بتتكلمش. وانا طبعا بتكلم خصيصا على ادوار كتير وتحديدا الاطفال. مثلا الاطفال يا جماعه حكايه تانية وعالم تاني تماما وبتاتا، خصوصا الطفل اللي برز في الاعلان، واعذروني لو انا مش فاكر اسمه لكن هتلاقي صورته محطوطه قدامكم. يعني بالنسبه لي من بعد ما اتفرجت مع الفيلم ده مش عارف ليه افتكرت فيلم بوشكاش والطفل اللي كان ظاهر مع محمد سعد في الفيلم ده. بالنسبه لي المجموعه دول من الاطفال، مجموعه دول من الاولاد، خصوصا الطفل كمان اللي بنحدد عليه واللي الشيف عرفة ركز عليه جدا في مشاهد كتير، لازم يستغله في اسرع وقت ممكن، واللي كالعاده السر دائما وابدا يكمن في الاسطوره الشيف عرفة. محمد امام الصراحه شابوه جدا على الكارير بتاعك واللي وصل له لغايه دلوقتي. ايوه هو نفس الكارير بنفس الافلام بنفس المسلسلات، هي نفس الوصفه تقريبا في كل حاجه، ولكن الكارير بالنسبه لي على مستوى الافلام لسه الموضوع ده ما وصلش بالنسبه لي على مستوى المسلسلات، بدا في تصاعد كبيره جدا خصوصا في اخر فيلمين، سواء فيلم ابو نسب او حتى فيلم اللعب مع العيال.
كمان بالنسبه لي حان الوقت اخيرا ان ياخد تجربه كبيره دراميه بحته من اولها لاخرها. هل الموضوع ده هيتحقق في فيلم شمس الزنات الجزء الثاني مع عمرو سلامه؟ هنستنى ونشوف. باسم سمره، كلمه مسخره حاجه قليله ممكن توصف الحاله اللي كان بيأدي بيها. كلام كتير اتقال في حق الراجل ده الصراحه. بالنسبه لي باسم سمره قادر انه يعمل ادوار ممتازه، سواء ادوار بطوليه او ادوار مساعده، وهو برضو قادر في نفس الوقت لو هو عمل دور بطولة ومسلسل رائع او فيلم رائع، قادر في نفس الوقت يحشر نفسه في ادوار مكررة ونمطية، والمشاهد كده ما بيحبش يتفرج عليه اصلا في مثل هذه الادوار، خصوصا في مسلسلات رمضان في المواسم الاخيرة. ولكن بالنسبة لي باسم سمرة في فيلم اللعب مع العيال كان حالة مسخرة مش طبيعية. بالنسبة لي اقدر اجزم كده من ذاكرتي مين اكتر واحد معلق معايا في الفيلم. باسم سمرة هو بطل الفيلم الحقيقي. الحالة اللي كان بيأدي فيها كانت حالة مش طبيعية بجد. اكتر واحد كان معلق معايا من بعد ما خرجت هو مازال وهيفضل معلق معايا غالبا مع مشاهدة مرارا وتكرارا. بيومي فؤاد برضو كان في اللذيذ منه، يعني الحالة العامة بتاعت الفيلم كانت قادرة انها ترفع اداء الكل تقريبا. حتى اسماء جلال اللي كانت مزعجة بشكل كبير في فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، الحالة اللي أدت بيها في الفيلم ده كانت مقبولة لحد كبير مقارنة بأدائها في مسلسل اشغال شقة. وبقية الاسماء طبعا زي ويزو مثلا، اللي انا ما تخيلتش انا شخصيا انا ممكن اضحك على حاجة ليها في يوم من الايام، لا ضحكت وفي مشاهد كتيرة ليها جدا في الفيلم ده، خصوصا برضو مع بعض الادوار الثانويه والمهمشه زي حجاج عبد العظيم ومصطفى غريب. في النهايه انا مبسوط وسعيد، والفيلم بالنسبه لي كان حاله جميله جدا. انا الصراحه حابب اكررها من وقت للتاني، وحاسس ان الفيلم ده هيعلق معايا كتير قدام لما اتفرج عليه مشاهدات مكرره اكتر واكتر، وده طبعا اللي هتحدده السنين والمشاهدات القادمه، هل الفيلم هيفضل متماسك ولا لا. فيلم اللعب مع العيال فيلم مصري جديد، فضل العرض في السينمات المصريه، قريبا فضل العرض في السينمات العربيه، احد افلام عيد الاضحى 2024. فيلم محمد امام واخراج الاسطوره شريف عرفة. تقييم الفيلم الاخير هو 8/10. صدق او لا تصدق، عجبني جدا، كانت حاله مهيبره، ارشحه لك جدا وبشده. كان معكم امين محمد، اشوفكم في الفيديو الجايه، سلام.